أهلا بيكم سنة أولى إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض تقييم الأسبوع السابع عن الدرس الثاني بعنوان عصر الدولة الوسطى، عصر الرخاء الاقتصادي. يلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. الفترة الأولى: أولا خصائص عصر الدولة الوسطى. ثانيا أشهر ملوك الدولة الوسطى. الأداء الصفي: لاحظ وفسر. أمامك عدة صور تعبر عن خصائص عصر الدولة الوسطى. من خلال هذه الصور وضح أهم خصائص عصر الدولة الوسطى. مديك صورة لسد اللاهون حاليا ومدينة الأقصر وخريطة قناة سيزوستريس والملك ابن محات الأول. من أهم خصائص عصر الدولة الوسطى: توسيع حدود مصر الجنوبية، بناء الحصون، النشاط المعماري الكبير الذي ظهر في بناء المقابر والمعابد، ازدهار الأدب والفنون. 2. بما تفسر: الاهتمام ببناء الحصون في عصر الدولة الوسطى لتأمين حدود مصر الشرقية والجنوبية. 2. ازدهار الأدب والفنون في عصر الدولة الوسطى. هتقوله بسبب زيادة الإنتاج الأدبي والتقدم في الفنون زي فن الرسم وفن النحت. 3. سمي عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي لأن الملوك اهتموا بتأمين الطرق التجارية الداخلية والخارجية، زيادة النشاط التجاري مع بلاد فينيقيا وبلاد بونت. دلل على صحة العبارة الآتية: ازدهار النشاط التجاري في عصر الدولة الوسطى لأن الملوك اهتموا بتأمين الطرق التجارية الداخلية والخارجية، فقاموا بشق الترع وبناء الجسور لتسهيل عملية النقل داخل البلاد، وكمان نشطت التجارة مع بلاد النوبة جنوبا وبلاد فينيقيا. فكر وأجب. أمامك صورة لأول حاكم في طيبة بعد عصر الدولة القديمة. مديك صورة الحاكم حكم بعد عصر الدولة القديمة من الأسرة ال11، الملك منتحتب الثاني. من أهم أعماله: كان أول حاكم في طيبة بعد عصر الدولة القديمة، سيطر على الوجه البحري والقبلي، نجح في الانتصار على ملوك أهناسيا في الشمال وملوك الوجه البحري، وأعاد السلطة المركزية القوية، وأصلح النظام الإداري في الدولة، ونجح في أن يحد من نفوذ حكام الأقاليم. دلل على صحة العبارة الآتية: تعد فترة حكم منتحتب الثاني بداية لمجد الأسرة ال11. نفس الكلام بالظبط اللي احنا قلناه من أهم أعمال الملك منتحتب الثاني، إن هو سيطر على الوجه البحري والقبلي وانتصر على ملوك أهناسيا في الشمال، وأعاد للسلطة المركزية قوتها من جديد، وأصلح النظام الإداري في الدولة، وأخضع حكام الأقاليم لنفوذه. 3. بما تفسر: نقل الملك ابن محات الأول عاصمة البلاد من طيبة إلى أسيتا تاو علشان تكون في موقع متوسط ما بين الوجه البحري والقبلي عشان يقدر يسيطر على البلاد كلها. حفر الملك سنوسرت الثالث قناة سيزوستريس عشان تربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. أقام الملك ابن محات الثالث سد اللاهون عشان يحمي البلاد من المجاعة اللي ممكن تصيبها نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر النيل. الأداء المنزلي اللي هو الواجب: 1. دلل على صحة العبارات التالية: اهتم الملك منتحتب الثاني بتجميل المدن. الدليل على ذلك إن هو اهتم بتجميل مدينة طيبة وأنشأ المعابد فيها. 2. تشابهت الملكة سبكنفرو مع ملوك الدولة القديمة. الدليل على ذلك إن الملكة سبكنفرو أنشأت هرما خاص بها في دهشور، واستكملت هرم والدها في هوارة، وده بيدل على اهتمامها بتشييد الأهرامات وكمان إقامة المعابد. 2. بما تفسر: إنشاء الملك ابن محات الثالث مقاييس النيل لمراقبة ارتفاع منسوب مياه النيل. 2. إقامة السدود خلال عصر الدولة الوسطى لتخزين مياه الفيضان للاستفادة منها في أوقات الجفاف. 3. إلى من تنسب الأعمال التاريخية الآتية: قام ببناء حصني سمنة وقمنة الملك سنوسرت الثالث. مؤسس الأسرة ال12 الملك ابن محات الأول. ماذا كان يحدث إذا لم يتم إنشاء سد اللاهون؟ هتتعرض البلاد للمجاعة ونقصت مساحة الأرض الزراعية. الفترة الثانية: عصر الإضمحلال الثاني، عصر الضعف الثاني. الأداء الصفي: فسر وأجب. بما تفسر سقوط الدولة الوسطى بسبب ضعف الملوك الذين جاءوا بعد الملك ابن محات الثالث. زيادة الصراعات بين حكام الأقاليم على السلطة. بما تفسر قيام الملك كاموس بحملة مفاجئة على أرض كوش لإجبار أميرها على قطع الإمدادات التي كانت تصل إلى الهكسوس عن طريق النيل. 2. ما المقصود بالهكسوس؟ دي مجموعة من القبائل جاءت من وسط آسيا. لاحظ وتوقع. أمامك صورة لأحد الملوك لمحاربة الهكسوس
من اسم الملك الذي حرر البلاد من الهكسوس؟ لو بصيت على الصورة اللي قدامك دي هتلاقي مكتوب تحتيها الملك أحمس الأول يحارب الهكسوس، يبقى الملك أحمس. ما اسم المدينة التي اتخذها الهكسوس عاصمة لهم؟ مدينة أواريس. 2. ماذا كان يحدث إذا فشل أحمس الأول في طرد الهكسوس؟ لم يتم إعادة تنظيم البلاد ولم يتم تأسيس الدولة الحديثة. 3. برهن على وجود علاقات بين مصر وإفريقيا في عصر الدولة الوسطى. الدليل على ذلك أن المصريين القدماء عملوا علاقات تجارية مع العديد من الحضارات الإفريقية زي حضارة كوش، تبادلوا الحلي والمجوهرات والعطور والمعادن والعاج والتوابل والزيوت زي زيت الزيتون وزيت النخيل. الأداء المنزلي اللي هو الواجب. أكمل العبارات التالية بكلمة مناسبة. الملك الذي تعد فترة حكمه بداية لمجد الأسرة ال11 الملك منتحتب الثاني. عمل الملك امنمحات الأول على تأمين حدود الدلتا الغربية من غارات الليبيين. 2. بما تفسر أقام ملوك الدولة الوسطى مراكز ومحطات تجارية على طول نهر النيل جنوبا عشان نستخدمها في تخزين وتوزيع السلع المستوردة والمصدرة. 2. نجاح الهكسوس في احتلال مصر بسبب ضعف الملوك الذين جاءوا بعد الملك امنمحات الثالث، زيادة الصراعات بين حكام الأقاليم على السلطة، ده هيؤدي إلى تعرض البلاد للأطماع الخارجية ووقوعها تحت سيطرة الهكسوس. التقييم الأسبوعي نموذج ألف. لمن ينسب العمل التاريخي الآتي: قام ببناء حصني سمنة وقمنة عند الجندل الثاني، وكتب على لوحة أقامها هناك: إنه بريء من ابن يأتي بعده ولا يحافظ على تلك الحدود، الملك سنوسرت الثالث. 2. بما تفسر تميز عهد الملك امنمحات الثالث بالازدهار الزراعي؟ هتقوله حيث اهتم الملك امنمحات الثالث بشؤون الري والزراعة، وكمان أقام سد اللاهون وقام بالتوسع في مساحات الأرض الزراعية. 3. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: تعددت الأدوار الوطنية التي قامت بها الملكة إياح حتب. الدليل على ذلك إن الملكة إياح حتب قامت بدور وطني، إن هي كانت بتشجع ابنها كاموس وأحمس على الاستمرار في الكفاح بعد مقتل أبيهم سقن الرع، وكمان تولت شؤون الحكم أثناء الحرب ضد الهكسوس نيابة عنهم إلى حين عودتهم منتصرين. 4. ما النتائج المترتبة على حفر قناة سيزوستريس؟ ده هيؤدي إلى زيادة حركة التجارة بين مصر وجيرانها. 5. ما رأيك في موقف الملكة إياح حتب من الهكسوس؟ موقف بطولي جدا ووطني وعظيم، لأنها شجعت أبنائها على مواصلة الكفاح لتحرير الوطن من الهكسوس بعد مقتل زوجها سقن الراع الثاني. تولت هي كمان إدارة شؤون البلاد بشجاعة جدا وحكمة أثناء غيابهم في الحرب. نموذج ب. لمن ينسب العمل التاريخي الآتي: آخر حكام الأسرة ال12 واستكملت بناء هرم والدها في منطقة هوارة، الملكة سبكنفرو. 2. بما تفسر أنشأ الملك امنمحات الثالث سد اللاهون؟ هو أنشأه ليه؟ عشان يخزن مياه الفيضان بهدف حماية البلاد من المجاعة التي قد تصيبها نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر النيل. 3. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: حقق الملك سنوسرت الثالث إنجازات عسكرية واقتصادية. العبارة صح، لأنه قام بتأمين حدود مصر الشمالية والجنوبية، وكمان أمر بحفر قناة سيزوستريس. 4. ما النتائج المترتبة على إنشاء سد اللاهون؟ ده هيؤدي إلى حماية البلاد من المجاعة التي قد تصيبها نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر النيل. ما مدى صدق العبارة التالية؟ توجد علاقات تجارية بين ملوك مصر في عصر الدولة الوسطى وحضارة كوش بإفريقيا. العبارة صادقة، لأن كانت في علاقات تجارية ما بين مصر وحضارة كوش، حيث تم تبادل الحلي والمجوهرات والعطور والمعادن والعاج والتوابل والزيوت زي زيت الزيتون وزيت النخيل. نموذج ج. 1. اكتب ما تشير إليه العبارة التالية: سد أقيم عند مدخل بحيرة موريس لتخزين مياه الفيضان، ده سد اللاهون. 2. بما تفسر كان عصر الأسرة ال17 عصر الانتفاضة، لأن ملوك الأسرة ال17 عملوا على تنظيم أمور مملكتهم وبث الشعور الوطني وروح المقاومة لدى المصريين لمواجهة الهكسوس. 3. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: أساء الهكسوس للمصريين.
إن الهكسوس استولوا بالقوة على مدينة منفر ودمروا المعابد وخدوا كل ممتلكات المصريين وفرضوا عليهم ضرائب. 4. ما النتائج المترتبة على اهتمام الملك ابن محاتي الثالث بإقامة بعض المقاييس عند الجندل الثاني في نهر النيل لمراقبة ارتفاع منسوب مياه النيل؟ 5. ما مقترحاتك للحفاظ على الآثار المصرية؟ نعمل حملات توعية في المدارس والإعلام عن أهمية الآثار ودورها في التاريخ والاقتصاد. نشجع المواطنين على إن هم يبلغوا عن أي أعمال تنقيب غير قانونية. أي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وهجاوب عليكم. وبكده نكون خلصنا حل الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.